بيبدأ الفيلم في منظمة سرية بتديرها الحكومة، بيخطفوا البنات الصغيرين ويدربوهم عشان يبقوا مجرمين، ورئيس المنظمة ده اسمه هاردمان. بيخطفوا البنات الصغيرة ويدربوهم على القتل، ولما بيوصلوا ل3 سنين بيضربوهم على ضرب النار، وأول ما بيوصلوا ل5 سنين بيعلموا يسوقوا العربيات بسرعة ويهربوا بيها، وكل يوم بيدربوهم على مهمة مختلفة. ولما بيوصلوا لسن المراهقة بيبعتوهم لمهمات خطيرة، ولما بيكونوا في التدريب بيمنعوهم يكلموا بعض أو يصاحبوا بعض، وبينادوا عليهم بأرقامهم. وبنعرف إن أفضل واحدة فيهم هي رقم 83 لكنها عاطفية شوية، وهاردمان بيقول لهم يقطعوا اللعبة اللي معاهم، لكن 83 ما بتسمعش الكلام وبتحضن اللعبة، فبياخد اللعبة منها ويقطعها. ولما بتكبر بتبقى أقوى واحدة في زمايلها، ولكن العاملة رقم 84 بيتغير منها، ولو ما كانوش بيشتغلوا في نفس المكان كان زمانها قتلتها. وفي يوم من الأيام المنظمة بتبعت 83 في أول مهمة ليها عشان هي أقوى واحدة فيهم، ولكن 84 بترفض ومحدش بيهتم بكلامها، والعاملة 83 بتنجح في كل مهمتها، وهاردمان بيكون مبسوط منها، ولكن هي نفسها تعيش حياة طبيعية. وفي يوم من الأيام وهي في المهمة بتشوف بنات قدامها عاملين حفلة وبيغنوا ويرقصوا مع بعض، فبتزعل على نفسها. ولما بتروح البيت بتحس إنها اتحرمت من حاجات كتير في حياتها، فبتقرر تهرب من المنظمة، ولكن بتتفرج على أفلام كتير ومسلسلات عشان تعرف إزاي تعيش حياة طبيعية. ولما بتكون في المهمة بتشتري مجلات وتقراها أثناء الاجتماع، ولكن هاردمان بيقفشها ويزعق لها وبيقولها تركز في الاجتماع عشان المهمة الجاية صعبة شوية. هيحاولوا يمسكوا واحدة شغالة في أخطر عصابة مافيا واسمها فيكتوريا، لازم يمسكوها خلال يومين قبل ما تختفي تاني. والعميلة رقم 84 بتطلب منه يكلفها بالمهمة دي، ولكن بيرفض ويديها ل83. وبعد كده بنشوف فيكتوريا خاطفة 3، ولما بتكشف عنهم بتتفاجئ إن 83 واحدة منهم، وبتضرب فيكتوريا والعصابة اللي معاهم، ولكن فيكتوريا بتربط حبل في الطيارة عشان تهرب بيها، وبتتفاجئ إن 83 معاها، فبتحاول تقتلها، ولكن 83 بتقطع الحبل وبتوقع في بحيرة. ولما فيكتوريا بتطلع على الطيارة بتتفاجئ إن هاردمان موجود فيها وبيقبض عليها، ولكن ما بيلاقيش 83 معاها، فبيحسبها ماتت وبيتصل عليها لكن ما بتردش، وبتستغل الفرصة وتهرب، وبتعمل لنفسها بطاقة جديدة وبتسمي نفسها ميجا، وبتقدم في مدرسة ثانوي، وبتلاقي في ناس مستعدين يتبنوها. ولما بتروح المطار بيرحبوا بيها، ولكن ليز ما بتكونش مبسوطة منها وبتوافق عشان ترضي أمها. وتاني يوم لما بتروح المدرسة بتلبس لبس غريب والطلبة بيتريقوا عليها، ولكن ليز بتساعدها وتجيب لها هدوم جديدة، ومدير المدرسة بيطلب منها تعرف على نفسها، ولما بتطلع بيتريقوا عليها ويطلبوا منها تسيب المكان وتمشي. ولكن بيجي واحد اسمه كاش بيغني أغنية شعبية، ونلاحظ إن ميكا بتعجب بيه، وفي البريك بتروح عشان تتغدى، ولكن في واحدة بتحاول تصاحبها وتعزمها على الأكل، لكنها بترفض عشان بتحسبهم بيتريقوا عليها. ولما بتروح الفصل بيكون عندها حصة أحياء، وبتقعد جنب واحد اسمه بروجر، وبتفرح إن كاش معاهم في الحصة وبتروح عشان تقعد معاه، وبقية البنات بيغيروا منها. وبعد الحصة بيعملوا فيها مقلب وبيقولوا لها إن كاش بيحب البنات اللي بتكون تميمة المدرسة، فبتقدم على الدور ده وبتتقبل بسبب مهاراتها. وتاني يوم أثناء التدريب في ناس بتهجم عليها، ولكن ميجا بتضربهم كلهم عشان بتحسبهم تبع المنظمة، وبتتفاجئ إنهم طلبة من المدرسة وبيعملوا فيها مقلب وصوروها، فبتخاف وتطلع تجري. وبعد كده بنشوف هاردمان وهو بيحقق مع فيكتوريا، ولكن فيكتوريا بتهدده لأنها عارفة هو بيعمل إيه مع البنات الصغيرة، ولكن بيقول لها إن نيته سليمة. ولكن 84 بتدخل وتقول له إنهم عرفوا مكان 83، فبيعرف إنها هربت، ولكن فيكتوريا بتحاول تستغل 84 عشان تهرب. وتاني يوم بنشوف ميجا وهي مبسوطة لأن الفيديو بتاعها شهرها وكل الطلبة بتحاول تصاحبها، وكاش بيقول لها تتدرب معاه هو والفرقة. ولما بتروح بتتفاجئ إن روجر هناك في الفرقة، ولكن كاش بيوصل وبيعزمها على حفلة وهي بتوافق عشان نفسها تعيش حياتها، لكن وهي مروحة في عصابة بتخطفها. ولما بتفوق بتتفاجئ من هاردمان وهو بيحقق معاها عشان كان فاكرها شغالة مع عصابة تانية، ولكن ما بيصدقهاش لما بتقوله إنها هربت عشان تعيش حياة طبيعية. ولما بيتأكد من كلامها بيقول لها ترجع المنظمة خلال يومين وبيسيبها تمشي. ولما بتروح المدرسة بتقابل زميلها وبتعزمه على الحفلة لكن بيرفض بسبب أهله. وبالليل ليز بتروح الحفلة مع ميجا عشان أمها أجبرتها على كده. ولما بتروح الحفلة بتتفاجئ إن 84 هناك ومسمية نفسها هيدر، وبتقول لها أنت اللي جابك هنا، لكن ما بتردش عليها وتسيبها وتمشي. وزميلها بيروح الحفلة لكن بيتضايق لما بيلاقيها واقفة مع كاش. وتاني يوم بتروح المدرسة وتركب الأتوبيس، لكن بتتفاجئ إن هاردمان هو السواق، وبيقول لها إن فيكتوريا هربت وهتخلص عليها، وبيقول لها تروح مع المنظمة لكنها بترفض. وميجا بتقولي ليز على الحقيقة، والعربيتين بيطاردوا في بعض لحد ما بيوصلوا لمكان مسدود، وميجا بتقرر تسلم نفسها، لكن لما بتروح بتلاقي العربية فاضية وبتعرف ان 84 اللي كانت بتراقبهم. وبعد كده ميجا بتودي ليز المستشفى وتقول لهم انها تسيب البيت وتمشي
عشان محدش يأذي تاني بسببها، ولكن ليز بتقول لها ما تمشيش وإن عيلتها بتحبها وعايزاها تفضل معاها. ومن ساعتها هما الاتنين بقوا زي الإخوات وبيقضوا حياة سعيدة مع بعض وبيروحوا حفلة المدرسة مع بعض ومعاهم كاش وجورج. ولكن ميجا بتكتشف إن كاش عيل تافه وبتسيبه وتروح تكلم روجر، لكن ما بيهتمش وبيقول إن في حد تاني في حياته. وبتتفاجئ إنها 84 والبنتين بيتخانقوا مع بعض وبيبوظوا الحفلة لحد ما بيوصلوا المطبخ، و84 بتبقى خلاص هتقتل ميجا. لكن ليز بتظهر وبتضربها في رجليها وبيهربوا، لكن لما بيوصلوا البيت بيلاقوا ان فيكتوريا خاطفه العيله وميجا بتحاربهم لوحدها لحد ما بياخدوا ليز. وبتستسلم على امل ان هاردمان يلحقها، لكن فيكتوريا بتضحك وتقول لها انها كانت زيها زمان اقوى واحده في المنظمه وهربت عشان تعيش حياتها، والاتنين بيحاربوا بعض. لكن بتتفاجئ ان هاردمان وصل مع رجالته وضرب فيكتوريا، وميجا بتطلب منه يوصلها لروجر وبيركبوا الطيارة ويطلعوا رحلة مع بعض. وبينتهي الفيلم على كده يا صديقي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.